بعد أيام قليلة ستبدأ المرحلة الأخيرة من التصفيات، ومنتخبنا الوطني سيصطدم كالعادة مع بطلة آسيا المنتخب الأسترالي. وستشهد هذه المواجهة غياب السفاح لأول مرة عن مباريات أسود الرافدين أمام الكنغر الأسترالي منذ 2007، وذلك بسبب إبعاده من قبل مدرب المنتخب الوطني السيد راضي شنيشل، الذي يرى بأن منتخبنا الوطني بحاجة إلى تغيير الوجوه لكي يأخذ لاعبي الدوري والمغتربين الجدد فرصة لإثبات قدراتهم، بعدما فشل منتخبنا الوطني بالتأهل أولا عن أسهل مجموعات التصفيات الأولية، بعدما حل ثانيا بعد المنتخب التايلاندي وتأهل بسبب هدايا الخصوم. صحيح أن منتخبنا الوطني لم يخض معسكرا تدريبيا في أوروبا كما كان مفترضا، إلا أنه عسكر في أوزبكستان وقطر وماليزيا، وواجه الفريق الأوزبكي مرتين والفريق القطري والكوريا الشمالي مرتين أيضا، هزم في أحد المباراتين وتعادل في الأخرى. وكما يقولون بأن المباريات الودية هي لتشخيص الأخطاء، نحن نتمنى بأن يكون السيد راضي شنيشل قد شخص الخلل ووجد العلاج كي نفاجئ الكنغر الأسترالي في أرضه وبين جماهيره في أولى مباريات التصفيات الآسيوية.